السيد الرئيس، المغرب وصلت إلى نصف نهائي كأس العالم، وهذه المرة الأولى التي يصل فيها فريق أفريقي إلى منتصف النهائي. كيف تقيمون أداء المغرب في هذه البطولة، وخاصة أداء الفرق والمنتخبات الأفريقية الأخرى في كأس العالم هذا؟ وهل هذه إعادة ميلاد لكرة القدم الأفريقية في ضوء أن أفريقيا ستنال المزيد من الاحترام؟ الجواب: أظن أن المنتخب المغربي أدى أداء متميزا وكان نجاحا باهرا لهم. لقد لعبوا بإصرار ومثابرة، وكانت عندهم جودة عالية. الوصول إلى نصف النهائي لم يأتي مصادفة، بل هي نتيجة جهود طويلة الأمد واستثمار من اتحاد كرة القدم المغربية وكذلك المدرب المغربي، وأثبت لنا كيف يمكن أن تقدم أداء كرويا ماهرا وجذابا ويسعد الناظرين إليه. لذلك أهنئهم وأتمنى لهم التوفيق، ولكن أود كذلك أن أتقدم بالتهنئة للفرق الأفريقية الأخرى والمنتخبات الأفريقية الأخرى كالسنغال التي تأهلت من مرحلة المجموعات وواجهوا فريق إنجلترا القوي جدا. كذلك أود أن أهنئ الكاميرون وغانا وتونس. تلك المنتخبات كذلك لعبت وأدت أداء كرويا رائعا جدا حتى الدقائق الأخيرة، وهذا يبين لكم مستوى الكرة الأفريقية، وهذا أمر يسعدني لأنه لعقود طويلة الآن كنا نتحدث عن تطوير كرة القدم الأفريقية ومتى سيحين الوقت، وأنا برأيي أن الوقت قد حان. وأظن في النسخة القادمة من كأس العالم سوف يتضاعف عدد الدول الأفريقية التي ستتأهل، وهذا يعني أن منتخبات أفريقية أخرى ستشارك في كأس العالم. لم نصل إلى نهاية الطريق، ما زال لدينا مباراة لنلعبها، وأعتقد أنه حتى أفضل المنتخبات حتى وعندما تلعب على المركز الثالث فهي تلعب من أجل تصنيف الفيفا، والأمر ليس هو النهاية على الإطلاق. نعم، نحن نفكر ما هو المستقبل، بالطبع هناك أيضا المنافسات للاتحاد القاري وغيرها، ولكن نحن بعد أن يتحسن تصنيفنا في تصنيف الفيفا الدولي نود أن ننمي كرة القدم، وأعتقد أن كل المنتخبات الكبرى تود دائما أن تكسب كل المباريات. لدينا 4 سنوات قادمة نستطيع أن نفكر فيها في كأس العالم التالية في المنافسات القارية، وبالتالي أيضا نحن نود أن نكون أفضل المنتخبات الإفريقية، ونحن نعرف أن المشجعين والمشجعات خاضوا مشوارا رائعا معنا حتى الآن، وليس لدينا أي شيء نندم عليه. في الحقيقة نحن نعرف أننا أدينا أداء جيدا، نحن دخلنا المنافسة لنفوز كما كل المنتخبات الكبرى. هذا بالنسبة لنا. بالنسبة لأفريقيا كل خطوة نجاح وكل تخطي للتحديات يعني أننا نقترب أكثر وأكثر من هدفنا، وعندما نحصل على المركز الثالث غدا ربما نستطيع أن نهدف إلى الفوز بكأس العالم في المرة التالية. خاطرنا من خلال إنزاله لأرض الملعب سيف، ولكن طبعا هو أصيب، وأيضا بعض اللاعبين بالوسط مصابين. مزراوي أيضا تعرض لإصابة، عانى من إصابة، بالتالي يعني نحن ضغطنا على اللاعبين طبعا وصولا بهم إلى أقصى حدودهم، أقصى حدود قدراتهم، ولكن نحن لا نريد أن نأخذ أي مجازفات، نجازف بأي شيء وبصحة أي أحد في مباراة الغد. ولكن على أي حال أنا واثق من المجموعة، من المنتخب، وواثق من أننا سنبذل قصارى جهدا. صباح الخير، وليد رينار بين سبور. أنا فقط أردت أن
أحصل على رأيك. ما معنى ما قدر وشأن مباراة المركز الثالث؟ هل تعتقد أن يعني شأنها يقارن مثلا بشأن أو بمكانة كرة اليد أو كرة السلة؟ وما الذي ترسخ في ذهنك بعد هذا المونديال، هذه المنافسة؟ بالنسبة لي المسألة صعبة بعض الشيء، يعني المسألة غاية بالتعقيد بالنسبة للمنتخبين. طبعا خسرنا في النصف النهائي، شعرنا بخيبة الأمل، هذا ينسحب على المنتخبين، ولكن يتعين علينا أن نرفع المعنويات ونركز على مباراة أخرى. طبعا يتعين أن نولي مباراة المركز الثالث أهمية عالية وشأنا كبيرا، لأنه أفضل بالنسبة لنا أن نفوز بالمركز الثالث عنها من أن نفوز بالمركز الرابع، ولكن الهدف المراد كان أن نصل إلى النهائي ونفوز لربما بالمركز الأول والثاني. ولكن أي نعم، هذه المباراة لها أهمية قصوى، سنبذل قصارى جهدنا، ولكن حتى لو فزنا بهذه المباراة سيكون معنى ذلك طبعا أننا لم نحمل اللقب إلى ديارنا. وطبعا نحن معنيون بتصنيفنا عند الفيفا. المباراة مهمة إذن بالنسبة لنا، ولكن كنا نريد أن نلعب في النهائي يوم الأحد وأن لا نلعب في مباراة الغد. لهذا هذا هو نفس الحديث الذي قلته للاعبي. ستكون هذه 7 مباراة مونديال نخوضها تاريخ اليوم 16/12. بالتالي إن سألنا كل مغربي ومغربية لو كان متوقع قبلها أن نكون لازلنا هنا، أنهم لكانوا متوقعين من أننا سنصل هذه المرحلة، أعتقد ما من أحد كان متوقع أننا سنصل إلى هنا. بالتالي 6 مباريات في 20 عاما كان هذا هو رقم القياس السابق ونحن حطمناه، وتحطيم الرقم القياسي هذا لا يقدر بالمال، ويعني يضفي علينا، يكسبنا خبرات وتجارب واسعة جدا. بالتالي وكأننا لعبنا في مونديالين دفعة واحدة، دفعنا، بذلنا قصارى جهدنا، مارسنا الضغط لكي نكسب، نغتنم، ننال شرف الفرصة والتجربة، وحالفنا الحظ، وطبعا نأخذ كل ما يمكننا أن نعود به كأمة كمنتخب. ولكن طبعا شعرنا بخيبة الأمل. كانوا يعني متشوقين، مولعين، متحمسين لأن يحصدوا هذا النصر لصالحهم، وبالتالي خيبة الأمل كانت موجودة. ولكن المباراة غدا مباراة مهمة. نعم.